السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيت ندير معكم وصفه الصابلي بكريمه الليمون. واحد الكريمه منعشه لذيذه جدا والصابلي يجي مقرمش، يعني واحد الوصفه هايله. ان شاء الله تجربوها في هذا العيد وتستمتعوا بها نتوما والعائله تاعكم. خطواتها بسيطه وسهله، تقدروا تخليوها بلا ديكور، ولكن اذا حبيتوا هكذا تهديوها ولا تدوها معكم في العيد تقدروا ديروا لها الديكور هدايا. ومن بعد تشوفوا معايا الخطوات. نبداو بكريمه الليمون. عندنا 3 حبات كبار تاع القارص اللي هو الليمون، 150 غرام سكر عادي، 150 غرام مارغرين، و3 حبات بيض. درنا كميه شويه كبيره هذه. نجيبوا القارص تاعنا اللي كنا غسلناه ومسحناه، ونبداو نسكرفجو القارص ديالنا. نحيو المبشور ديالو هذاك الفوقاني، الطبقه الصفراء فقط، نحيو تاع 3 حبات. ومن بعد نجيبو 150 غرام سكر، واللي ما عندهاش الميزان تجيب كاس تاع 220 مليلتر، تقيس هذاك الكاس، تنحي غير اسبوع وتحطها في هذاك الزاست، وتقعد تخدم هكذا مليح مليح بالملعقه باش يدخل هذاك الزاست في السكر. ونكونوا عصرنا هذوك 3 حبات ليمون، ومن بعد نديروهم في الكاس ديالنا. لازم يجي تاني كاس الا اسبوع، نفس الشيء مع السكر. ونزيدو 3 حبات بيض ديالنا، كسروهم كامل بارد في بارد، ونخلطوا بالفوي ديالنا حتى تتجانس كامل هذيك المقادير. من بعد نحطوها فوق النار حتى نحسوها عقدت لنا هذيك لاكريم. شوفوا معايا دوك نحطوها فوق النار ونقعدوا نخلطوها، ما نروحوش ونخليوها سينو تتحرق لنا. نقعدوا نخلطوا حتى تعقد فوالا هكذايا. من بعد نحوها ونصفيوها، نجيبوا صفايه تكون رقيقه شويه، ونجيبوها سالادي ونحطوا كامل هذيك الكميه ونخدموها هكذايا حتى نحيو كامل هذاك البيض لي زاز دو سيترون كامل يقعدوا فوق الصفايه. نغطيوها ونخليوها في الثلاجه حتى تريح تشد روحها. لازم مليح مليح باش نخدموا بها لي غاتو. نقدروا نديروا بها وصفات بزاف بزاف هاد لاكريم، وتقعد في الثلاجه لمده طويله، يعني ما تفسدش مادام فيها القارص هو حافظ، يعني ما تفسد لكمش. هنا نروحوا للعجينه ديالنا. واش فيها 125 مارغرين، 60 غرام تاع سكر، عندنا 250 غرام فرينه، قرصه ملح، قرصه تاع خميره كيميائيه، حبه بيض ولافاني، وزوج ملاعق تاع الزيت. شوفوا معايا هنايا درت المارغرين، زدت لها السكر غلاس، ونخدمهم غير بلا سباتول. اللي عندها ضرب بالكهربائي وتحب دير به عادي، هي كميه صغيره يعني ماشي لازم. نزيدو هنا زوج ملاعق تاع الزيت ونكمل الخلط جيدا. ندخلو كامل المقادير في بعضها تولي لنا كريمه. من بعد نزيدو لها لافاني، قرصه تاع الملح، ونزيدو الحبه تاع البيض. نخدمو مع الاول شويه بلا سباتول، من بعد نخدمو بيدينا عادي جدا باش نعرفوا القوام تاع الكريمه ديالنا مع الفرينه. انا نحب نخدم بيدي لي غاتو هكذا، نحس العجينه باش نعرف لها واش نزيد لها كامل. شوفوا هنايا هي القاعده فيها 125 غرام تاع مارغرين، نديروا لها 250 غرام فرينه، ولكن على حسب الفرينه. دي فوا تكون فرينه ما تشربش، تما نضطروا ان نزيدوا شويه. انا هنا زدت لها ملعقه تاع فرينه باش ولا القوام مليح. تما وليت كي نخدم فيها تنحى فاسيلمون لو ريسيبيون هذاك، تما راهي واجده. نحطوها في كيس بلاستيكي ونحطوها في الثلاجه ربع ساعه نص ساعه حتى تشد روحها. المهم من بعد نحيوها. هنا كي نجيو نخدمو ما نديروش كامل الكميه، ميم كي تكون العجينه صغيره نقسموها دائما على زوج. من بعد نجيبو انا نخدم على البابي كويسون، يجيني خدمه فيه سهله خير من الساشي. ونبداو نحلو العجينه تاعنا، نرقوها، ما نديروهاش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه، تجي متوسطه يعني. من بعد نجيبو الطابع ديالنا يكون مدور، ما يكونش كبير بزاف تاني. ونجيبو عفسه تكون هكذا صغيره مدوره صغيره. انا خدمت بالاندوي. من بعد نقطعو دوائر يكونوا على لافاس هذيك اللي تكون الجهه اللي ماشي مشرشفه. نحطوهم دون ان بلاطو اللي تكونوا تاني درنا بابي كويسون ونحطوهم. شوفوا غير بالعقل نرفدوا الحبه
شوفوا كي نخدم بالبابي كويسون كيفاش نقدر ندورو فاسيلمون، ماشي كيما الساشي. شوفوا ها ندورو فاسيلمون ونحطوا الحبات. هنا نوري لكم برك كي تكون عندك العجينه اللي خدمنا بها من قبل، نزيدوا لها كميه من العجينه اللي قعدت لنا، بصح ما نعجنوهاش، نلموها غير هكذا بين يدينا ونعاودوا نحطوها ونحلوها بالحلال، ونزيدوا نخدموا كامل الكميه حتى تخلص لنا العجينه. لازم نحسبوا الحبات الكبار ونديروا لهم نفس الشيء صغار. اذا درنا 20 كبار نديروا 20 صغار. شوفوا معايا هنايا كي طابت الكاطو، طيب شابه دوغي، طيبوها مليح مليح، ما تخليوهاش بيضه باش تجي كروستيونط، تجي بنينه كي ناكلوها. اون بليس كي نديروا لها لا كريم ما توليناش طريه بزاف. بعد نرشوا سكر غلاس على الحبات الصغار هذوك لي شابو كيما نعيط لهم انا، ومن بعد نجيبوا الكريمه تاعنا اللي كانت يعني بردت في الثلاجه، درتها الصباح كانت شدت روحها، ونبداو نعمروا الحبات ديالنا. شوفوا معايا نحطوا ملعقه صغيره ونبداو نمشوا فيها في كامل الدائره هذيك، من بعد نحطوا الحبه صغيره من الفوق. هي الكاطو تقدر هكذا تخلص، يعني العمل ديالنا خلاص. واذا رايحين نهديوها ولا راح نديروها في العيد هكذا المناسبه، نزيدوا لها هذاك الديكور اللي راكو دوك تشوفوه معايا كيفاش نحطوه، يعني هذاك يزيد لها في الجمال تاع الكاطو. فوالا هنا قلت لكم يعني هاي لك الكاطو واجده هكذا لا غوسات. هنا الكميه تاع لا كريم قعدت لي باسكو ما درتش كميه كبيره تاع لاباط، يعني لو كان نديرو 250 غرام تجي سوا، ولكن نقدروا نحطوها في العلبه ونديروا بها حاجات واحد اخرين. والكاطو تاعنا نزيدو نشبحوه باش يجي شباب. هاي لك عندنا دينو نقدروا نشروهم هكذا تاع لاباطا سكر، ماشي غاليين هكذايا، ولا نقدروا نخدموهم في المنزل نحطوهم كديكور هكذا باش يبان لو شابو القبعه. ولا نديروا هادو راهم يتباعوا يعني عند لوازم الحلويات، يديروا 25,000 لو باكي فيه 50، نشروهم ديكوري بهم الحلويات. شوفوا كي نحطوها من الفوق تزيد لها جمال للحلوى ويبان الشكل تاع القبعه. وهاي لك الحلوى ديالنا في الشكل النهائي ديالها، تجيب بنينه بنينه منعشه. يعني لا كريم هذه نتمنى انكم تجربوها، هي في فصل الصيف من الافضل هاد الحلوى نحتفظوا بها في الثلاجه. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هاد الحلوى، نجربوها في العيد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.